أول رواية، رواية المريضة الصامتة لأليس ميكاليديس، هو بالظبط كده. أولا مدين جمدان الرواية دي يا جدع. الرواية دي يا اسطى الرواية الوحيدة اللي من جمدان حبكتها اللي في الآخر أنا قعدت مصدوم رباعية والله. حبكة تاخد العقل حرفيا، خدته بجد، أنا من ساعتها مجنون. إيه الإفيهات الزرايب دي. المهم الرواية دي يا اسطى بجد اسمها كلامي، لو ما قريتهاش فايتك مايند بلوينج جامد فشخ، خدت بالك من الإنجليزي ها. فالمهم نبذة سريعة عن الرواية. على اسم الرواية عادي، مريضة صامتة مش بتتكلم. المريضة دي موجودة في مصحة ليه؟ عشان ضربت جوزها 5 طلقات في وشه، يعني بتحصل يعني. ومحدش عارف السبب، وهوب يجي دور معالجنا اللي في الرواية اسمه ثيو، خدت بالك من الث، ولكن أول ما بتشوفه بتهجم عليه. يا ترى ليه؟ لما تقرا هتعرف يعني، بس كده روح اقراها ثقة هتعجبك يعني.